أعزائي متابعين قناة مزمز، جايب لكم النهاردة منتج جديد، منتج عملي، منتج عبقري، حاجة حلوة أوي كده. من الحاجات اللي أنا شخصيا بحبها وفي ناس كتيرة من اللي بيتابعوني بيحبوها هي المالتي تولز، اللي هي الأداة اللي بيبقى فيها أدوات كتيرة أوي اللي ممكن تستخدمها في أكتر من مكان، ضرورية جدا في عربيتك أو لو معاك موتوسيكل أو مثلا عندك في البيت لو عايز تصلح حاجة عندك عطل تقدر تصلحها بكل سهولة بدل ما تجيب أدوات كتيرة معاك. كمان ضرورية جدا للناس اللي بتطلع سفاري وتخييم ورحلات الصيد، طبعا دي حاجة أساسية وضرورية تكون معاك. أداة واحدة حجمها خفيف وسهلة وبيبقى فيها بعض الوظائف أو كل الوظائف اللي ممكن تستخدمها. شكلها جميل جدا ومتناسق زي ما انتوا شايفين كده. ده شكل علبة بيوضح لك هنا ايه الأدوات اللي ممكن تستخدمها: الشاكوش، المطرقة، كماشة، الفتاحة بتاعة الصواميل، 3 مفكات، الزرادية تفتح بيها صواميل، برضو هنا قصافة، ودي سكينة حامية جدا، وهنا برضو مجموعة من الصواميل بيقولك هنا المقاسات بتاعتها 4 و5 و6 و7 و8 ملي. الفتاحة بتاع علب التونة والبيبسي، مش عارف ممكن تكون برضو مفك عادة، وهنا منشار صغير. زي ما انتوا شايفين ده شكل الباكت بتاعها، ويقول لك هنا 19 في واحد، 19 وظيفة في آلة واحدة أو في أداة واحدة. مالتي تولز نايف، هنفتحها دلوقتي ونشوف هي عاملة ازاي. ده شكل العلبة بالظبط. متنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو ومتابعة للقناة عشان تشوف كل جديد، واكتبوا لنا في الكومنتات انت محتاج تشوف ايه عشان نقدر نوفره لك. بالإضافة لكده أنا بعد ما بصور المنتج باجي بعد شهر من الفيديو بشوف مين اللي معلق ومين اللي متابع القناة وبنتواصل معاه، ولو انت عايز تطلبها بنوفرها لك بسعر كويس جدا. ممكن كمان في بعض المنتجات بنطلعها هدية أو بنطلعها برضو بسعر التكلفة، يعني بعد ما نصور الفيديو خلاص احنا مش محتاجين القطعة دي فبنطلعها بسعر التكلفة. أول حاجة هنا كده هتقابلنا الشاكوش أو الهامر دوت، معاه جراب جميل جدا، قماش خامته حلوة ووتر بروف طبعا، يستحمل المية أو المطر، وبيكون فيه هنا ماسكة كده ممكن تعلقها في الحزام أو في الشنطة أو في البنطلون. ده شكل الشاكوش، ده شكل الجراب، ده شكل الشاكوش. هنا مكتوب طبعا عليه ستانلس ستيل وشكله محمل جدا وقوي. وده كده الشكل بتاعه. ايه بقى الادوات اللي هتطلع منه؟ اول حاجه بنهتم بيها هي وزنه. وزنه ايه؟ انا موفر لكم هنا ميزان عشان خاطر نشوفه عامل ازاي. ما تنسوش دعمكم للقناه، اللايك والشير. وزنه حوالي 400 جرام بالظبط، 390 جرام. وهنشوف طوله كام دلوقتي بالظبط. فطوله بالظبط زي ما انتوا شايفين 16 سنتي. عرضه حاجات بسيطة جدا حوالي 3 سنتي. أول أداة هنا هنشوفها هي الشاكوش، ممكن تقدر تدق بيه أي مسامير. هنا فتاحة للصواميل، يعني بيكون الصامولة طالعة هنا كده 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 تبدأ تتحرك وتفك. أو المقاس التاني ده، هنا دي كماشة أو تقدر تخلع بيها المسامير اللي راكبة بالفعل من الخشب. هنا كده بنفتح المكان ده بنلاقي فيه 3 مفكات مختلفين. المقاس ده بيسموه الصليبة، بيتسحب بالطريقة دي كده، ده مقاس وده مقاس، وده مفك بيسموه المفك العادة. وبيركب هنا في مكان ده في مغناطيس، واخد بالك انت اول ما حطيته اتسحب على طول في مكانه، تقدر تستخدمه كده كتفك بيه اي حاجة. طبعا أداة مهمة جدا ليك في البيت، أي حاجة عطلت تقدر تصلحها بكل سهولة. طبعا لو خدنا بالنا هنا كل قطعة مكتوب عليها رقمها BH1، وهنا مكتوب عليها 4.5 SL، وده برضو BH2. تمام، دي تاني حاجة قدرنا نشوفها. ده أول، تاني، تالت، الرابع، خامس، سادس حاجة هنقدر نفتح كده. هنا دي الأداة عبارة عن زرادية، تقدر تستخدم الشاكوش ده كمان كزرادية. والزرادية كمان فيها 3 وظائف. أول وظيفة طبعا هي
قوية جدا ومحملة. أول حاجة هنا الزرادية، ودي فتاحة للصواميل، ودي أصلا تقدر تقطع بيها الأسلاك. طبعا من غير حتى السفاري والتخييم ورحلات الصيد أنا بحب أقتني حاجات زي كده، وفي زي كتير برضو بيحبوا يقتنوا الحاجات الأداة اللي فيها أدوات كتيرة زي دي. طبعا بقى سكينة، وسكينة عايز أقولك إن هي حامية جدا جدا وقوية، تقدر تقطع بيها، أو مثلا الناس اللي بتصطاد تقدر تصطاد وتقطع خيط السنارة، أو حتى تفتح بيها سمك أو تذبح بيها طير، أو برضو الناس اللي بتصطاد بط ممكن تذبح بيها البط بكل سهولة. الأداة اللي بعديها بقى دي أداة مهمة جدا، اللي فيها المنشار والفتاحة بتاعة أزايز الكازوزة، عشان دي الكلمة التانية، وكمان ده المنشار، ودي برضو فتاحة، ودي ممكن تستخدمها كمان فك عادة، ودي مفتاح للصواميل، بتحط صامولة كده وتقدر تتحرك بيها بالمنظر ده. وكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تكتبوا لنا كومنتات وتشوفوا انتوا محتاجين ايه، اكتبوه لنا نحاول نوفر لكم بكل سهولة. ولو محتاج تتوفر حاجة زي كده او تشتري حاجة زي كده، راسلنا على الواتساب هنوفرها لك بأفضل سعر. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.